بغيت نقول لك هذا رئيس جماعه ودار هو هاد الاجراءات باش يحصل على الرخصه ديال السكن عام ونص عاد تمكن باش ياخذها عام ونص. هذا رئيس جماعه جابوا له تدخلات عنده علاقات يعرف عام ونص. فما بالك بالمواطن البسيط؟ نعطيك المثال الشهاده او اللي تنقولوا هذاك القرار اللي تيعطيه مجلس الوصايه. تسمعني استاذ؟ القرار ديال مجلس الوصايه تيسنيو فيه 7 ديال الناس. واخا نقول باغي يدير تخصيب اليورانيوم في المغرب ما فيه العام، فيه رئيس الشؤون القرويه، فيه رئيس الدائره، فيه القيد، وهذو كلهم تيمثلوا جهات واحده هو الداخليه. لا غير فهمني، لا وفهمني باش عطيني الجواب. فهمتي ولا؟ واحد فيهم كافي، غير هذا العمليه مشات واحد الشهر. انا دابا نتبع مع جوج ناس باش قنعتهم بصعوبه باش يمشيو في هذه المساطر. اليوم حنا في 8 شهور بالضبط ومازال ما استثناش واحد. يلاه جا قرار مجلس الوصايه بانه يمشي. هادو شكون هادو ساكنه الدوار الحمليين اللي عانوا من فيضان في 2008 وجرى عليهم دوار الحمليين جماعه سيدي عزوز اللي مجموعه من الدول اللي جرى عليهم الواد فاض عليهم الواد وتعطاهم فيكم لقيت قرار شفوي سيروا بنيو. واش عرفت هذاك السيد الحاله ديالو كيفاش جاوبنا داك الصور ولا كيفاش جاوبنا داك الدار؟ ما عرفش بانهم راه فيهم. نعطيكم مثلا احد الاسر اللي جاريب لهم السيد دريس القائد اللي مشى الله يجازيه بخير، جاريب الناس اللي هما نسابي مثلا ما كاينش مشكل وكاينوا له كل الحب والود. هذوك الناس شكون فيهم؟ عندهم 35 واحد فرد اللي ساكن في خيمه فيها الطوب وفيها القصدير. وفوقاش الدار هما تيتقاتلوا عليها دي 10 سنين بحرا باش طلعوها واقفه الدار جاريب لهم باي معنى. ويجي التاي تعرف الحاله ديالهم تمشي معايا دابا تمشي تدخل فين ساكنين والله يبقى فيك الحال طوب يعني التراب ومضى بالقصدير وتتطر عليهم. دابا فاش تتطر عليهم وتيجي واحد طق جريب في دقيقه غير معقول. نعطيك مثال اخر. دابا حنا في العالم الحضاري تجي الدوله تتعطي 10 ما بين 7 مليون و 10 مليون باش بنادم يسكن. وهادو اللي في العالم القروي شنو خصنا نديروا لما كنا نعطيو في المدينه 10 مليون؟ خصنا نجيو نعطيوه الرخصه فابور والبلان فابور ونبسطوا له المصادر ونعطيوه كاع اكثر منهم. اكمل استاذي غير نكمل. المقترح الاول هو تبسيط المصادر في عمليه ديال التعمير. بالنسبه هو الدعم، هذا الدعم ديال السكن يشمل العالم القروي صافي واختصر. الله شوف هادو جوج المقترحات صافي. هادو لا غير دوك التفاصيل يكمن الشيطان فهمتيني. لا واسمع جوج المقترحات عندك غادي نسجلوهم. تبسيط المساطر الاداريه بخصوص التعمير. وبالنسبه للنقل المدرسي بدنا 47 مليون ده السنتيم هذا العام. يعني علاش نقولوا حنا لطيفيه خصها تكون طالعه ديال العالم القروي. لا هو تقول راه في اي جامعه في اي منطقه مشينا راه نفس المساله يردوا علينا. شكون واضحين يعني حنا باش ما نطيحوش في ما يسمى بالتكرار. حنا عارفين هذه المسائل. حنا اللي بغينا هو افكار جديده تجي من عندكم. يمكن الساكنين هنا ولا الناس اللي راه عندكم تبارك الله اساتذه مهندسين جميع مناطق المغرب ولاد هذه البلاد شي حاجه مبتكره اللي ما تكونش اعتماد كل الاعتماد على الدوله. باش نقولش انا الدوله ما تساعدش نقول هادشي مفتوح. تقول انت التنميه ترتفع ربما نعطيك التجربه اللي دارت على مستوى راه قلتها وتنعاودها مستوى ولايه تكساس في امريكان. لانه جات الواليه وراه قلتها الواليه اللي هي جات عندهم قالت لهم شنو عندكم معروفين هذه المنطقه؟ قالت لهم هكا الجواب ما عندنا حتى شي حاجه شنو عندنا؟ قالت لهم ما عندكم شي حاجه. لا ما عندنا حتى شي حاجه. من بحثت لقات عندهم الحنوشه والصبار والحشر. هذه ما عندهاش معروف. ولا الانتاج تاع الحنوشه انتاج الصبار وتيصنعوا من الصبار مواد لا تحصى وتنتجوا من الحنوشه تنحرش مواد لا تحصى ولا تعد. تيستعملوا منه الجلد تيستعملوا منه العظومه اللحم ديالو وتيربيو الحنوشه وتيربيو الصبار
انتاج جوافي ولات منطقه من اقوى المناطق في الصناعات المواد الغذائيه والتجميليه الى غير ذلك. بمعنى اخر يعني منطقه قرط ربما تكون فيها شي مسائل اللي هي ربما غتعطي تنميه لما يقارب 8 ديال الكيلومتر ولا 7 كيلومتر، ودايز على مئات الهكتارات غير مستفيده من السقي. على هنا كنت تنقولوا حنا خلق فرص الشغل. اذا درنا السقي الفلاح خدامين، اللي فلاح صغير يولي متوسط، المتوسط غادي يولي كبير، الارض غادا تستغل على طول السنه، ترفعوا نسبه التشغيل ديال الفلاحين، تنحاربوا الهجره والخراويل. يعني هنا تنقول فهمتوا ولا الناس اللي قراو جامعه سيدي محمد الشلح ولا جامعه سيدي عزوز ولا الحوافات، هادو كلهم اللي دايزين على المدار ديال واتسبو كلهم يستافدوا. ممكن نسقيو ممكن الاف ديال الهكتارات من داك واتسبو كما كاين في قنيطره، راهم دايرين سد ديال المنع، المقترح هو السد ديال المنع ونوصلوا للناس الطرق ديال السقي. وشكرا جزيلا واعتذر عن الاطاله.